طب ازاي الايفون اللي هنقوله في اخر الفيديو بيديك افضل اداء وباقل سعر وكمان داعم للتحديث الجديد؟ يلا بينا نبدا ونشوف الموضوع بيتكلم عن ايه. الايفون بتاع النهارده هيكون داعم لتحديث الاي او اس 19 اللي هو هينزل في شهر 9 ان شاء الله بشكل رسمي، ولكن هينزل في شهر 6 اللي هو الشهر الجاي للمطورين بس. والايفون ده باقي بمساحه 128 جيجا، يعني مساحه حلوه جدا بالنسبه للايفون. هينزل له اخر تحديث اي او اس 19 عشان هو هينزل له اخر تحديث اللي هو 19 زي ما قلنا. تاني حاجه، التليفون ده باقي بشاشه ليكويد ريتنا اتش دي ار. الشاشه دي هتديك مشاهده المحتوى شاشه لا يعلى عليها في السعر اللي هحسبها لك في اخر الفيديو، لان السعر واسم التليفون اللي هحسبه لك في اخر الفيديو انت مستحيل تقدر تجيب تليفون في الفئه دي يدعم السعر ده ويكون بيديك الاداء ده، لان ببساطه المعالج هكتبه لك هنا دلوقتي هيديك اداء جبار جامد جدا في الالعاب، سواء العاب تصفح يومي انت فوق الممتاز في الفئه دي. انت مستحيل تلاقي معالج في الفئه دي بيديك اداء بالسعر ده، مستحيل تلاقي في اي شركه من الشركات الثانيه. عندك خامات تصنيع التليفون دي، عندك ظهر من القزاز مع فريم من المعدن، خامات بريميوم 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 جدا، مستحيل تلاقيها في تليفون بالسعر ده برضه اللي انا هقوله لك. رابع حاجه في التليفون ده وهي تقريبا السعر زي ما قلنا، سعر التليفون ده هيجي ب 15000 جنيه للنسخه ال 128 جيجا، بطاريه 88%. انتظر معايا لاخر الفيديو عشان تعرف اسم الايفون اللي انا بكلمك عليه. البطاريه اللي انت هتجيبها 88% حاله كويسه، انا اعرف ناس شخصيا اشترت التليفون ده وبتشكر فيه جدا. عندك رابع خامس حاجه في جزئيه التليفون ده، ايه هو اسم التليفون. التليفون ده هيكون معانا هو. عايز تعرف اسم التليفون؟ الجزء الثاني هينزل لك بعد بكره، فما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان ينزل لك الجزء الثاني وتكون من اول الناس اللي تشوفه. سلام يا